اتفضل. ده الكلاكيت. لا عشان الويف بتاع الصوت وكده. وبعدين ما هو ده الكلاكيت فعلا، هو كلاكيت شغلته كده. بس احنا ما عندناش كلاكيت، فكلاكيت بجد. احنا في الحبل ده بقى طول الحلقه. لسه عارفه الفرق بين الزال والزين دلوقتي. تمام. والله كانت لسه بتسال، والله كانت لسه بتسال زال وزين وظاء وزي احنا بنرشح كتب للناس ويلا بقى سلام عليكم. يلا هتبتدي انتي ولا ابتدي انا؟ انا لسه منوره. ماشي ابتدي انتي حبيبتي. اهو لا والله ابتدي انتي عشان انا هنلاقي الشخص بتاع الكومنت بتاعي. اي حد يبدا يلا. عامله ايه؟ الحمد لله تمام. بما ان الحلقه هتبقى نازله يوم 6 يناير فاول حلقه سنه جديده، فكل سنه وانتم طيبين يا جماعه. وانتم طيبين وعيد سعيد للناس اللي هيحتفلوا بعيد بكره. وبما انها اول حلقه في السنه الجديده فاحنا كنا حابين نبداها مع حد مميز كلنا بنحبه، وانا بحبه اكتر حد وكاتبي المفضل بتاعي انا، عشان بس ما حدش يفتح بوله في الحلقه. انا ومعانا قلنا حلو. ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يعني الناس ممكن تحط قلوب في الكومنتس ميرنا ولا ده مش مسموح؟ لا ماشي يعني ما دام يعني ما حدش يحط قلوب حمراء يا جماعه. على مسؤوليته الشخصيه. ممكن قلوب بيضه. بيضه ماشي. او زرقاء. ماشي. اي لون تاني غير القلوب اللي لونها احمر. تمام خلاص ماشي متفقين. ايه الاخبار؟ الحمد لله يا جماعه. نبتدي من الاخر ولا من الاول؟ من النص. ما هو الاخر اللي انا اسالك عليه ده يعتبر النص بعد الجديده ما تنزل. ماشي. الاول الالوان بتاعت الاغلفه. دليل جدتي عشان احنا بس اتخانقنا الحلقه اللي فاتت واحنا بنصور. اوكي. هو دليل جدتي الغلاف اورنج ولا انتي قلتي في حد قال لون درجه اسم انا ما عرفتوش؟ مش فاكره. تمام. اصفر. بس لا تمام. هو في اصفر واورنج. انتي بالنسبه لك ده لونه ايه؟ ده اورنج. متفقين. اورنج. ماشي. اورنج. بتبصي لي ليه؟ عشان تروح ايوه ولد. اهو ده اورنج. ولد. وبعدين يعني متاخر الدنيا انا بس لك نضاره يعني ولد حتى لو مش لابس نضاره يعني. هو اورنج. هما بيشوفوا لون واحد احنا عارفين درجاته. تمام خلاص متفقين. هو اكشلي مش مشي. اكشلي ممكن هو اصفر غامق. هو مش مشي. لا هو مش لون الاصفر. صفار البيض. لا بصي حسوكه البنات والنيفي والحاجات دي مالناش دعوه بيها. تمام. وبعدين صفار البيض ده حسب البيضه مسلوقه على درجه كام، خلي بالك. لا قبل ما تتسلق. لا انا مقعداكي هنا عشان ما تدخليش في العبث ده. لا الحقيقه عشان بجرب. لا الحقيقه بتسحب. ثانيه واحده. امال انا بصيت كده ليه؟ يا نهار اسود. صفر بيضه 10 دقايق هتجيب اللون بس يا دي الانكر بوينت بتاعتي. ايوه انا قاعده هنا عشان كده. طيب مش اللي بقى. تمام نبتدي. خلينا نبتدي بتحيات نوح الألفي. اوكي. لما بدأتيها كنت متوقعه ان هيبقى فيه تاني وتالت والله اعلم في رابع وخامس، ولا كنت كاتبه على اسمها اول كتاب وخلاص؟ لا خالص، انا كنت كاتباها اول جزء من تحيات نوح الألفي وفي 3 قضايا، فانا كنت عايزاها تطلع اصلا اللي هي الكتب بالجيب الصغيره قوي. ده كان الخطه. بس في البدايه الكلام ده كان في 2015 تقريبا، فما كانش الكونسبت بتاع السلاسل السريعه والصغيره دي، كانت كتب الجيب دي وقفت ما بقاش في طبعا كتب كان خلاص. ايوه. فساعتها الناشر قال لي ان نجمعها يبقى في كتاب واحد. اوكي. فكتبتها في كتاب واحد ب3 قضايا دول مع بعض في نفس الكتاب. بس انا كنت حاطه في دماغي انها هتبقى سلسله، يعني مش يعني انا يعني رسماها لحد سن معين كده، القصه رايحه فين بخطوط عام. ما تبصليش البصه المرعبه دي اصلا. طب سؤال بقى، بما انها كانت مستوحاه من كتب الجيب، مين بقى اللي كان مؤثر فيك التاثير بتاع كتب الجيب ده؟ مين الكاتب يعني؟ كان في كاتب اسمه جورج سيمونون، ده اللي هو مذكور اصلا في دليل جدتي قتل الاولاد. هو كاتب بلجيكي بس ما خدش نصيبه قوي من الترجمه هنا في مصر. تقريبا دكتور احمد خالد توفيق ترجم له كام جزء كده، بعد كده الموضوع ما استمرش كتير. هو ده اول حد قريت له كتب جريمه جيب صغيره كده كنا بندرسها في المدرسه. تمام. فانا كنت بحبه قوي، هو كان الستايل بتاعه حلو في الكتابه، والكتب الجريمه الفرنسيه عامه مش واخده حقها، الناس مركزه اكتر مع الانجليزي. فده اول كتاب جريمه في حياتي اصلا قريته. انا قبل كده كنت بكتب فانتزي وساينس فيكشن وكده، مش بكتب جريمه اصلا. هل ممكن بعد كده بعد الروايه ان هي تتحول تبقى سلسله تنزل منها اعداد مثلا كل شهر او كل كام شهر؟ بصي ما اكدبش عليكي، ما عنديش انف انرجي اني اكتب حاجه معموله حلو كويسه انها تنزل كل شهر، لان انا امراه عامله الراسماليه تسيطر عليا. فانا اوريدي مش لاحقه في ليفل اللي هو خلاص الكتب بقت تجيب دخل، وده طبعا بعد احلام يقظه كتير قوي. لا دي خطه المعاش انا عارفه. خطه المعاش انها تجيب دخل ان هو تخليكي ان انت اوكي سي في فلوس،
ان انت تعرفي مش مضطره ان انت تشتغلي، هل ممكن تعمليها؟ مش عارفه، حاسه ان انا مش هضيف حاجه. يعني لو انا عملتها كتب جيب بتنزل كل شهر ودي هتبقى صغيره قوي، هتبقى في حجم القضيه تبقى في حجم قضيه واحده من القضايا اللي كانت نازله في ست الحسن، تبقى صغيره قوي. دلوقتي انا الكاركتر اوريدي بقى ديفلوبت واتطور معايا هو وعيلتي، فمش هياخد مساحه ومش هعرف احط ليكم ادله كتير تغرقوا فيها. هيبقى الموضوع بقى واضح قوي هيتسطح قوي بالظبط. معنى كده مش هيبقى فيه زي قضيه ست الحسن ان هي قصص قصيره منفصله؟ لا خلاص مش هنعمل كده تاني، لان لا مش هتحصل فعلا تاني، لان كان في، انا بحب دايما اقرا الريفيوز اللي بتنزل على جود ريدز. انا كنت ناويه ان انا هخلي الاجزاء اللي قدام نفس الثيم بتاعت ست الحسن كده، بس كذا حد، انا برضو ست الحسن لما كتبتها انا كان عندي 18 سنه، فانا برضو كنت صغيره. واو. فكذا حد عمل لي كومنتس ان كانت قصيره قوي، فاحنا لحقنا نوعا ما نفهم ايه اللي حصل. كانت قصيره قوي، فكل شخصيه بتطلع بنبقى عارفين هي طالعه هتعمل حاجه وهتختفي، مش عارفين دورها ايه قدام. فلما انا فكرت في ده وقلت طب هجرب اكتب قضيه واحده طويله، يعني لوز مور دي كانت ترايل ديمو كده مع نفسي، مش عارفه هتنزل ولا مش تنزل. جربت انا حبيتها اكتر من وانا كمان قضيه ست الحسن. انا كبرت بس اخر قضيه في ست الحسن كانت اكيد ده شملتي فيها كنت حد. اتمنى ان هو يموت. لا والله كانت رايقه على فكره، دي كانت اروق حاجه، بس عشان عذبت فيها نوح وهي ما بتحبوش. اوكي، ما عشان كده ما انا بستغربت انها عماله تقول حلوه قوي مش عارف ايه بدايه ظهور تاليتا بالظبط. وبعدين اصلا لوز مر كمان انا لما كتبتها كان بقى عندي 25 او 26 حاجه كده. كان عندي 25، فبرضه كبرت مرحله ثانيه 18 ل 25 بقى انت عديت سن الرشد، بقيت بدفع ضرايب وحاجات فالموضوع مختلف يعني. حتى لو في سوداويه فجاه بقت بتظهر كده في الروايه، عشان كده هي عاجباهم هما الاثنين اكتر من ست الحسن. ده السبب. بس هو فعلا ده اول سبب على فكره. ست الحسن فعلا اخف، ومش بتضايق حد يقول لي كده، هي فعلا اخف، لان انا كمان كانت يعني انا شخصيتي دلوقتي بقت انضج، فحتى الضحك فيها كان اكتر بكتير من لوز مر مثلا. كان نوح نوعا ما عندوش الدايمنشنز اللي ظهرت بعد كده في لوز مر، فيعني ده بيبقى طبيعي، وفي نفس الوقت بيديك سنس ان هو انسان مش مجرد واحد جاي يحل قضيه ومروح. انت بقيت عارفه كبني ادم. بمناسبه موضوع الضحك بقى، مين برضو اللي اداكي التاتش بتاع ان انا بكتب جريمه بس بحط فيها السنس بتاع الكوميدي او الافيه اللي بيجي في النص ده؟ يعني دي شخصيه منى. اوكي. هو انا كده عملت. هو انا بسالك انت يا بنت ما تسيبيها بقى، ما احنا عرفنا. لا بس دي انا فعلا انا دي طبيعتي، يعني انا ما بعرفش يعني. انا ده عامه ده الكوبينج ميكانيزم بتاعي في اي حاجه. انا ببقى ستريسد برمي افين 3، لما ببقى متضايقه لا عادي كده. اوكي. احنا عامه كمصريين كده. يعني انت اول ما بتعمل مشكله في الاقتصاد ميمز محدش معترض، الناس بتطلع ميمز. شفتي انا قلت دي شخصيتنا. فانا لما حبيت ان انا اكتب عن حاجه حقيقيه، اول حاجه جت في دماغي ان انا بما اني عايزه اعمل شخصيه ديتكتيف ما يبقاش شبه اللي انا بقراهم، اللي هو بقى ايه قافش كده لابس طاقيه وده نودرتي ولابس الشابو ولابس الكوت، محدش اصلا بيلبس كده في مصر. وماشي بقى قلت ده رقم واحد. لا هو عادي بيفطر على عربيه فول. هو كان شكله مصري يلا. هو انا ده كنت عايزه. انا كمان لي اصحابي ظباط حبيبي زي القمر، دي شخصيتهم يعني. عامه ربنا كتر من امثال كبيره. لا كتر على المجتمع. انا عماله والله العظيم بنصحها، بقول لها انت يعني بتقعي في ما في ناس محترمه بكتبها حبيهم. لا هي عايزه محترم عارف. مملين قوي. هي المشكله ان هي بتقول ان احنا اللي جايين عليها بقى، مملين قوي يعني هي بتبقى حباه وعايزانا نحبها. ما تتكلميش بعد لا بصي انت بالذات عامه يعني انت خلاص بقيت الحياه في اكس كده، في اكس يحيى كان بيحاول ففقد دراعاته في الطريق. ده لو اطراف جانبيه، ده لو اطراف سبونج بوب مش هتقطع بسهوله. لا يعني اصل هقول لك حاجه، احنا اساسا احنا مفيش حد طبيعي، احنا كلنا كومبليكيتد. انا بحب الناس الكومبليكيتد. صح. اعمل ايه واحد طبيعي ممل عايش مع حياه ممله؟ لا في فرق معلش. لا يطلع عينك كومبليكيتد وعادي وعنده ايشوز، وبين ان هو حياته. احنا كلنا كل حد فينا شاف تروما في حياته، او كل واحد فينا عنده حاجه، بس انت بتختاري هتعاملي الموضوع ازاي. فاهمه؟ بالظبط. ما نعيش دور الضحيه. سيبتي بقى ايوه طبعا. ايوه ما هي ما خلي بالك برضو، ما يعني بدون ما نحرق كتير يعني برضو في الاحداث، بس انت لما يكون في مشكله حصلت لك وانت مثلا كان عندك 8 سنين 11 سنه تفضل عايش معاها لحد انت خلاص داخل على 30، انت كان عندك مشكله. صح. سبيشالي ان برضو تروما عن تروما تفرق. فاهمه؟ معلش برضو يعني هو مش زي، خلي بالك هو مش زي التروما مثلا بتاعت هادي. يعني التروما بتاعت نوح مش زي تروما هادي، لا زي تروما عيسى. مش زي يعني يعني التروما مش حد في ليفل هادي. ايوه مش زي التروما بتاعت سالم، مش زي التروما بتاعت عيسى. تروما عن تروما تفرق يعني. فاهمه؟ وبعدين يعني العائلات كلها بقت مطلقه دلوقتي، فتيك ات ايزي يا مان. قشطه يعني. طب انا عايز اسال سؤال، نرجع بيه ورا شويه عشان بس انا عايز افهم برضو فيلو كانت رايحه لفين. وانت بتكتبي شخصيه هادي،
جت منين الفكره؟ عشان احنا سمعنا طرطيش كده يعني خلفيته كانت عامله ازاي، مامته كانت ايه لسه ما قريتش الروايه. لسه. اوكي هقول لكم من غير ما نحرقها جامد. فكره هادي، انا اول ما كتبت الروايه انا كنت كاتبه الاول سالم. اوكي فسالم هو شخص كريبي من كتر ما هو هادي جدا. ده كان بيقلقني في الروايه. ديستربنج يعني قابلتيه في الحقيقه هتقلقي. عارفه شخص هو هادي قوي قاعد بيتفرج عليكي بيسمع ما بيتكلمش بتغني مثلا وتزعقي and then بيطلع من 0 ل 100 فاهمه ما عندوش تصاعد. فكانت اصلا الكاركتر كانت مش هيبقى فيها هادي ده اساسا، ما كانش كاركتر في الروايه خالص. تخيلي ما كانش فيه اصلا يا ريت تخيلي. فانا بعد كده سكت وحسيت ان الروايه محتاجه تنشن اكتر. فقلت التنشن بيجي من الكونتراست، ان يكون في حاجه وعكسها. فقلت طيب هيبقى عكس مين من الكاركترز اللي قلت خلاص هي الكاركتر از اباوت سالم، فعايزين نجيب كاركتر عكس سالم تماما. من هنا طلعت الكاركتر بتاع هادي. حبيت حد يبقى عكس مستفزه جدا. ايه عندي قلشه مستفزه ودي هربوك انا بقدر القلش. وفي نفس الوقت بقى اللي انت كنت بتفكري فيه مامة هادي كانت بتفكر في حاجه ثانيه كده يعني. لازم تقولي الافيه، لازم تقولي الافيه. طيب احنا عايزين حاجه بس للكاميرا علشان نثبت حاله يعني. الكاميرا هل هادي شخص ينفع يتحب؟ لا فيرينا ممكن تحبه يعني. يعني ده شيء ثانيه واحده سيبي حته السايكو. على فكره عايزه حاجه ممكن اقول لكم على حاجه. هو انت كمان هتبرري الاجابه؟ لا فيرينا مش الوحيده يا جماعه والله العظيم. انا بتجيلي في ناس بتحب سالم يا جماعه. لا ده الحبيبه ده في ناس سيبك من بتحب سالم. على فكره سالم ممكن تحبيه لان سالم مش فيري اوبفيس، مش بيقول انا كذا عادي يعني. سالم على الاقل بيحاول يداري اللي هو بيعمله. لكن البجاحه بتاعت هادي دي وانا بنتكلم في تفاصيل بعدين. انا قلت لك بس عامه كذا حد. انا في ناس كانت وظيفه واحده بعد كده بتحاسبن عليا ان كانت النهايه كذا. لا في ناس بتحب هادي، في ناس متعاطفه معاه خالص. يا حرام اصل هو عايش مش عارف ايه. ما اتحضنش وهو صغير. حضن في ناس تانية يعني. هو اتحضن بس يعني هو الحضن ما كانش. لا هو احنا بس ارجع برضو لجملتي اللي قلتها قبل كده لما حكيت القصه دي. بندعي لهم يعني مش بنحبهم. تمام مش بنحبهم ولا لا مش بندعي بنبلغ عنهم مبدئيا يعني اضعف الايمان خالص بقى. سيبن هو قتال قلت له على جنب بس هو كان شخصيه نسيبها ازاي يعني؟ بيسمع موسيقى كلاسيك. هو بقى طيب حبيبتي هو مش بياكل اكله مش بتحبيها. فبعدين خلي بالك بصي ما يعني ما اللي بتقوله ده كان مكتوب بقصد. اصل خلي بالك دي الشعره اللي تفرق من انت تبقي طول الوقت قاعده بتقري قرفانه. انت ما ينفعش تقري روايه تبقي قرفانه من البطل بتاعها. ما ينفعش تقري روايه ما فيش جراوند تخليكي تفهمي البطل بتاعها. لو البطل انت مش طايقاه انت سبتي ايه الفيلن اللي ضده. او لو انت قرفانه من البطل مش هتعرفي تقري الروايه لاخرها. مش هيكون في بينك وبينها تفاعل. البهارات اللي بتتكلم فيها دي كانت محطوطه علشان انت تبقي بلعه البطل متقبله لكن مش تتجوزيه. ايوه ده اللي انا عايزه اقوله. انا قلت انا مش قلتش انا هتجوز. انا قلت هنزل معاه ديت بالظبط. نجيب الناس اللي مش هتراهم نعمل فين هو كان بيعمل في باقي. انت ممكن بصي ما تتلككيش ان هو ممكن يعمل انت عايزاه من غير ما تنزلي معاه في ديت. ممكن تدفعي فلوس ويعمل انت عايزاه. ما تتلككيش. لا بس ليه ما تتلككيش. وما تعمليش. على فكره هي دازت فور فن. فانت ممكن تقولي له افلام مضايقني بطلي تلكيك. انا ما بحبش الناس اللي بتاذي هو يعني هو بيأذيك نفسيا. انا حلو جدا تأذيه جسديا انما نفسيا ايه ده؟ ايرور الترمومتر اللي هي بتقيس دي. مش فاهمه انا عندي اعتراض على دليل. انا عايزه اقول لك انا جايه يعني انا خايفه. انا قلت اكيد يعني مش هنعرف نتفاهم. انا قلت هي اكيد هي من ابسط حاجه بتتهز يعني فاهمه بتتاثر. لا هي اوريك حاجه لو حاجه واقعيه هتلاقيها كده بس ما دام احنا بنتكلم في روايات عادي. روايات ايه حبيبتي ايه ده؟ انا مش هعلق اتنين اكستريم ايزي بعض الجسديه. هو ده كده الترمومتر بالشقلوب يعني هو وحش بس ان احنا نقراه بيبقى كده في حماس كده في الموضوع. هو انت شايفه الضي اللي في عينيها انت واخده بالك الابتسامه والضحكه الجميله يا جماعه البصه ديت بصت اللي هو انا عايز اهرب. انا كنت متخيله ان دي سيتويشن. طيب خلاص. طب قولي جاوبيها على سؤالها بتاع. جاوب على ايه السؤال ده؟ انا يا جماعه اكيد مش هحرق لكم الروايه يعني. انتوا جايبيني حاجه يعني اصلا في حاجه زي كده ممكن تحصل في الجزء اللي جاي. مش موضوع ممكن تحصل. انت مالك
ما هي ما حرام، هو كفايه كل الكمان عاملين بيعاني ده، هو ايه اللي عليه؟ مفيش حاجه جت عليه حرفيا. لا مش لدرجه حرفيا ما فيش غير واحده بقى. بقول لك يا واد انت حرام بجد كمان، يعني هو كل جزء بيعاني من حاجه وحاجه تيجي على دماغه، وكمان الجزء اللي جاي هو اللي زيها. طيب ندخل في دليل جدتي. هو احنا سيبنا كل حاجه وبدأنا في الخناقه بتاعت فاطمه وبيبي. هل ثانيه بقى، هل لعنه، لا هل ممكن نشوف نوح مثلا يبقى خايف ان هو يبقى اب عشان يبقى خايف ان اللعنه بتاعته تتورث لابنه، او هل ممكن بقى ابنه يطلع يتورث له لعنه ثانيه يبقى الموضوع كمان بقى هل نوح هيخلف اصلا؟ احنا مش عارفين. ممكن نوح اصلا يفقد اللعنه دهيت لفتره من الوقت. ليه بقى؟ لا عادي يعني، لا تغيير جو يعني. جاله بقى تغيير حصل حاجه. هو انتوا اصلا هاو دو يو نو انها لعنه؟ ما يمكن يبقى عنده سكيزوفرينيا، مفيش لعنه اصلا. ايوه ما هو ماشي، ما هو لو عنده سكيزوفرينيا ازاي بيحل القضيه؟ هو انا كنت عايزه اقول كده بس علشان التفاصيل. بص مين السكيزوفرينيا بتبقى مريض السكيزوفرينيا بيبقى فيه تفاصيل لمحها هو مش واخد باله منها، بتتكون في عقله، بتبيلد اب قصه يبدا يشوف بيها. خد بالك كل الحاجات التصوير الدرامي للمرض ده ملوش اي علاقه بالمرض كواقع. عشان الشخص هو بيعمل لي يو بيلد اب، بتبني حاجات عن حاجات انت شفتها في الحقيقه، بتبدا تطلع لك الهلاوس دي. يعني هو مجرد نيفر نو، ما ممكن يبقى نوح مريض اصلا واحنا مش عارفين. لا هو ممكن يكون مجرد انت ده شملت لهم حاجات كتير في دماغكم. لا انا اتصلت اكتر. اوكي طب خلاص تمام ماشي. هيبقى من الذين عامه بس يو نيفر نو. ما هي ممكن يكون في سيتويشن رابعه هي ما قالتش عليها. الله اعلم، هي بترميلي يعني. احنا لسه الجزء الثالث من السلسله يا جماعه. يعني لسه كتير. احنا لسه بنحكي يعني. طب انا عايز السؤال، هو سؤال عبثي شويه بس تفتكري يعني عادي اللي احنا فيه ده كله. انت اكيد سؤالك هيبقى منطقي جدا وسط العبث اللي حصل ده. تفتكري يعني واحنا قاعدين دلوقتي تفتكري السلسله ممكن يتكتب منها كام جزء لحد ما انت بتقولي مثلا اللي هو كفايه؟ شايفه ايه؟ ما هو الفكره بص انا كنت الاول عايزه اعمل 5 اجزاء بس، ده كانت بدايه التفكير. بعد كده حسيت ان كان في حاجه معينه كانت هتنتهي بيها السلسله، فكنت شايفه ان هي لو انتهت عند كده مش هو منطقي ان انا ابيلد اب اي قصص تاني وخلاص وتخلص. بس بعد كده حسيت ان الموضوع ممكن يجي منه، لان ليه مثلا هعمل يعني مثلا عيسى القضيه بتاع دليل جدتي قتل الاولاد، هي في البدايه بدات اصلا انها كانت هتبقى جزء من اجزاء نوح بيحقق في قضيه جديده، ونبقى عايزين نعرف مين الجثه دي واتقتلت ليه، وكانت هتبقى القصه كلها من وجهه نظر نوح وقطز عادي جدا زي ما احنا متعودين عليهم. بس انا بعد كده حسيت ان القضيه دي المفروض البطل فيها يكون الضحيه مش المحقق، فعشان كده اتقلبت ونوح طلع فيها ضيف شرف في صفحتين بسبب اللقطه دي. ايوه ما برضه عشان نميز اللي بيقرا لي من الاول غير لسه جاي يبدا جديد. يعني لو حد كان لسه بادئ كده بدليل جدتي مش هيعرف مين. ونلينك الناس ديت عشان ترجع تتفرج على نوح مين الشخص اللي طلع في الاخر دوت، نرجع نقرا بقيه الروايات اللي وراه عشان نعرف. لو في حد ركز، لو حد خد رواياتي كلها ورا بعض هتلاقي كلهم مربوطين ببعض، حتى السايكوباتي طلع في حته من حتت نوح. يعني لو حد جاب رواياتي مره واحده وقراها مره واحده ايه ده هيلاقوا كلهم في لوزمر. لو ركزت شويه في لوزمر هتلاقي فيها حاجه عن السايكوباتي. انا في لوزمر كنت قريت وقتها صديقي السايكوباتي، فعشان اقريها دلوقتي خصوصا. ايه ده انا عايزه اقرا تاني صديقي السايكوباتي. انا مربطاهم كلهم ببعض، بس عشان في بيلد اب ان شاء الله يحصل في الاخر. انا بحب فكره اني انا متخيله شخصيتي كلهم مربوطين ببعض فور سام ريزن. يعني انا متخيله ان كل واحد بيمباكت، يعني انا متخيله هم ليهم العالم بتاعهم فكلهم بيمباكتوا على بعض. فالروايات الجايه والقديمه هتلاقي دايما كل في حته بتسلم حته، وهي النقطه اللي انت قلتيها بتاعت وجهه النظر ان دليل جدتي انت كنتي حابه ان وجهه النظر تبقى من وجهه نظر الضحيه، هي دي اللي مديه امباكت مختلف. انا توقعت كده يعني. انا كنت شايفه ان احنا محتاجين نسمع الضحيه مش نسمع المحقق. على فكره انا عندي باك ستوري مش بس من غير ما نحرق، انا عندي باك ستوري للجاني في القضيه دي. اوكي. وباك ستوري على فكره ممكن اتعاطف معاه جدا، بس انا كنت شايفه ده سؤال جاي. ما احنا هنسال السؤال ده دلوقتي عشان الناس سالتك السؤال ده بس ما نقولش بس مين الجاني عشان لا مش هنقول لا بس ثانيه واحده الباك ستوري انت عاطف مع مين؟ ما انا بتكلم فيه. انا كنت حاطه كناس اتعاطف معاهم زي ما اتعاطفوا مع هادي ومع سليم. في ناس لا معلش قتل لكن اللي عملوا ده لا. ايه اللي قتل كل واحد ليه الليميت بتاعه، ناس كل واحد عادي بالنسبه لها ليه ليميت. بدليل انك بتسمعي عادي جدا، بتسمعي ممكن يبقى واحد. اعتقد كلنا حضرنا القضيه بتاعت الدكتور يتحرش بطفله صغيره على السلم، في ناس كتير جدا اتعاطفوا معاه. ايوه هتضيعوا مستقبله، ده متجوز، ده دكتور متجوز. في الحته دي لا مش كل الناس. بصي انت يعني لما بتتعاملي كمان مع ناس بتبقي فاهمه ان مش كل الناس ذوقها من ذوقك، ولا كل الناس عندها نفس الافكس او المبادئ بتاعتك، نفس الكالتشر. مش كل الناس عندها نفس الخط الاخلاقي الفاصل ما بينهم وبين بعض. فانا كان ممكن احط على فكره وعندي باك ستوري وعارفاها. يعني انا كل شخص شرير ده اللي بيفرق بين انت بتكتب بشكل منطقي وبشكل كرتوني. الشخص ده بقى شرير كده ليه؟
ايه اللي وصله لده، هو عاش ايه في حياته. فانا عارفه ايه اللي وصل الشخص ده لكده، وبالنسبه له ده منطقي، وشايفه اللي بيحصل ده عادي منطقي. بس انا لو اتكلمت مش لازم يعني بغض النظر لو انا كنت حاطه ده كان هيجيب شيء من التعاطف، وده شيء انا شايفه ان مفيش اي حد عمل كده يستحقه في الحياه، ما كتبتوش. بس ده حقيقي، ده كويس يعني عشان يعني كده هايدي شخصيا لو كان عمل كده ما كنتش هسمعها، بلاك ليستد خلاص. عشان دي حدودك. يعني لا ده يعني ده الفاصل بتاعك الاخلاقي. في ناس ثانيه لا يا بيرو ما تعيديهاش، ما تعيديهاش. ايه اللي يقتل؟ ده لا ايه ده في الروايه يقتل ولا ده لا في روايه برضو عارفه انا حرامي اسرع انا عملت حاجات كتير غلط الا دي. لا بالعكس، ده اسقاطات. ما هي الروايه في اسقاطات عشان الناس توصل لها مسج معين. يعني هي ممكن سفاح الجيزه بالنسبه لها هيبقى عادي تنزل معاه في ديت لو مشغل مزيكا في الباك جراوند، لو بيطبخ لي تمام عادي مش مشكله يعني. يا جماعه يعني انا كان نفسي ادوق طبخ هادي قوي. خلي بالك برضو والله العظيم انا بحب العب اللعبه دي فشخ. يعني انا بحب اللعبه بتاعت ايه، وهو لسه قاطع رقبه واحده بس بيطبخ. ايه ده تصدق الاكل شكله حلو، هو لسه قاطع رقبه واحده. انا بحب البرين جيمز دي جدا. يعني بحب العب اللعبه دي مع القراء. انت بتبقى عندك كويس. انت فهمتي هي بتعمل ايه؟ ايوه هو كله هي مبسوطه، هي لسه مبسوطه عليكي ازاي. ايوه عشان مش انا استمتعت، انا مستمتعه خلاص. ما هو ده الغرض. انا ما بحبش ان اللي يقرا لي يبقى عنده نفس المشاعر، هو نفس الشعور من اول فصل لاخر فصل. لا ومش نفس الشعور بين الناس. يعني مش نفس، لو في 5 قروا الروايه ممش ال5 طالعين بنفس الفيدباك والمشاعر من الروايه. بحب كده لان انا بحس ان الفن في المطلق، الافلام، الروايات، اللوحات، كل الحاجات دي بحس ان هي بتبقى كانها زي مرايه انت بتعكس عليها اللي جواك. مهما انا كنت كاتبه في النهايه كل واحد هيتقبل الموضوع بمعتقداته هو، بفكره هو، بتجاربه هو، بحياته. انا في ناس احيانا بيفسروا حاجه انا كاتباها، انا ما كنتش كاتباها بالفكر ده، بس بيفسروها بطريقه بقول واو. طب احنا كده ممكن تصدق انا كان ده صايع قوي، ده اصيع من اللي انا فكرت منه. احنا ممكن ناخدها بقى الحته الثانيه. في ناس بتيجي تتكلم على الجزء في الدوات بالذات اللي هو بتاع الفن، بتقول لك هل الفن هو اللي بيبقى الكاتب عامله او الرسام رسمه في الاساس والفكره اللي في دماغه، ولا الفكره اللي بيشوفها المتلقي؟ انت رايك في انهي؟ الاثنين. انت ممكن تبقى عامل حاجه زي ما بنشوف مثلا الفن الابستراكت، يعني هي لوحه فيها خط حمر وتلاقي الروايه تلاقي لوحه اتباعت بمبالغ، بس انت عشان بتقعد قدامها بتتقبلها بطريقه مختلفه. زي الافلام مثلا، يعني على الاقل الروايه احنا بيبقى عندنا مساحه كبيره قوي ان احنا نفسر ونحكي. الافلام انت ما بيبقاش عندك دايما المساحه دي. ممكن يبقى هو الكادر فيه لقطه معينه خاصه عدت، انا هستقبلها بطريقه واختي بتبقى قاعده جنبي تستقبلها بطريقه ثانيه، فده بيكمل ده. لان انا برضو انا لو بكتب حاجه واللي قدامي مش متقبلها فانا كده بدأ في ملطه. ده لازم يكمل ده. لو اللي انا بكتبه عكس تماما اللي الناس تلقته، ودي كانت من الحاجات اللي نوعا ما قلقتني برضو من دليل جدتي، لان نوعا ما الفكره بتاعتها فيها شيء من الجرأه. مش كل المجتمعات تتقبلها. الكارما بيوزعوا كويس في كل الوطن العربي، فمش كل الوطن العربي ولا كل البيئات هتتقبلها زي بعض، ولا كل الطبقات الاجتماعيه هتتقبلها زي بعض. وحتى في، ودي برضو من الحاجات الغريبه جدا اللي مرت عليا، كان في واحده كاتبه ريفيو على ان قد ايه الروايه دي خدشها للحياء، عشان كان فيها مشهد ان عيسى حاول يبوس لارا وما بسهاش، واحنا بناتنا ما بيعملوش كده. هي مضايقه عايزه اقول لها يعني ولا بس لا ان كان متضايقه من المشهد. اصلا ده احنا هي غالبا ديت فاطمه وهي بتشوف هي الروايه اللي فيها شبابيك هي بتفتح. كاتبه بجد يعني بتتكلم بشكل جدي ان ده مش مجتمعنا وامريكا اثرت. المشكله اول ما كتبت كده فانا قلت ايه، يعني انا كنت لسه عايزه اعرف ايه اللي زعلها بالظبط. انا قلت بقى مشهد من المشاهد لا او المشهد بتاع الاسانسير، مع ان الواد ما عملش حاجه يعني بس ان كان في نيه. طب انا مشكلتي بس ما هو ده برضه المعيار. يعني انت قريتي الروايه وانت ايوه ده اللي انا عايزه اساله. انا قلت هي اكيد وقفت عند المشهد ده وقالت استغفر الله العظيم ورمت الروايه مثلا، يعني هي لو كملتها لاخره ده بس اللي ضايقها فهي كده فيها مشكله. مشكله غلط بجد. مشكله والله بجد انا بحس ساعات ان الكتاب ممكن هم يكونوا معاهم ارقام دكاتره نفسيين، اي حد يخش يقول حاجه غريبه خد يلا روح. انا بتحبي انا بفكر فعلا على فكره بجد انا كنت افكر يعني اشوف كده ثيرابيست اعمل معاه اتفاق اقول له بص هبعت لك اشحن لك حبه كده ده ايه اول واحده بيبعتوا لي اول ريفيوهات الدفعه غريبه. هيبعتوا لي ريفيوهات غريبه محتاجين بس تقعد معاهم شويه تشوف كده. لا بتشاور لما واخده بالك انا مش شايفه حاجه. هي قصدها ان فيرو هتريكومند هنا كده الناس. محتاجين هم بصة في اتنين فعلا ده حقيقي. حسختي خالص. انا على الاقل فيا امل انت خلاص. لا دايما انا لما نزلت امبارح البوست بتاع قطز ده لما بقول انا كل اللي انا قلته يا جماعه توقعوا ايه اللي هيحصل له في الجزء، بس ما قلتش حاجه. انا جات لي تهديدات بقى فاهم، يعني في مسجات كده ممكن اقول حاجه لو عشان قتلتيه انت مين انا ما اعرفكيش. دي واحده انا عمري ما كلمتها بعتها تهديد انا مش عارفه دي مين.
في قبل كده واحده برضو، في بقى ناس علشان نوح في الجزء بتاع الروحانيات دي، وفي بقى حاجات رايحه معايا في سكه الشيخه خديجه المغربيه يعني، في سكه كده بقى رايحه لي غريبه. ما انت حكيتي على واحده زيها قبل كده. لا في واحده كانت بتكلمني في موضوع جديه، بيزنس وفلوس وجو كده. ايه ده يا ساتر يا رب. والله لا، في واحده بتتكلم ان دي الشغلانه بتاعتها شيزا ميديم، يعني اللي هو ممكن تروحي لها مثلا تقولي جدي كان مخبي فلوس تحت الارض. هي بتقولي ان هي عمرها ما كانت شغاله في الموضوع ده، لما قرت روايتي قرت في الموضوع في حاجه اسمها مش عارفه ESP حاجه كده، ما فهمتش يعني، حاولت افهم يعني، بحاول يعني ما ادخلش في حاجه ما تعمقش مع الناس المتخلفه دي. وان هي خدت الموضوع جد، دي شغلانه اول ودراسه واحده تتبع حلمها بالسرعه دي. يعني حلمها جه في روايه نفسي تتابع شغفك يعني. بجد. ففي ناس احيانا بيبعتوا لي كده، في ناس بقى بيبعتوا لي طبعا حاجات بتبقى مؤثره، في ناس جميله خصوصا دليل جداتي، في رجاله بعتوا لي في الاكونتس قصص انا عياط بس. عياط بس. بتبسط لما حد يقول لي ان مثلا انت حكيتي حاجه انا مريت بيها، او انت قلتي حاجه كان نفسي اقولها، ده بيعجبني. بس في ناس بيبعتوا لي حاجات غريبه. في ناس بيبعتوا لي فعلا بتتشتمي؟ لا بتشتم على جود ريدز، مش بتشتم طب الحمد لله ان هو لسه وصلتش ليفل البجاحه. بس مفيش يعني مفيش حد شتمني شخصيا، ممكن يشتموا الروايات اكتر. يعني يا القرف ده، واجي بعد كده الاقيها مكمله بقيه رواياتي كلها قريتها. طب ما هي اول واحده كانت قرف، ليه كلفتي نفسك؟ كتاب غالي حتى يعني، كلفتي نفسك ليه كتاب؟ في ناس وريني القرف ده كده. لا في ناس بصراحه بيدخلوا بيشتموا يعني، في ممكن ناس بس او الحمد لله هم مش كتار. في ناس بيدخلوا ممكن يشتموا عادي ان الروايه ما عجبتهمش، الروايه مش عارفه مقرفه، الروايه مش عارف مين، دي ما فيش فيها مشاكل، براحتك اشتم الروايه، مش تشتريها. لكن لو جايبها مضروبه وبتشتم هرد عليك. يعني انت ما دام مشتريها حرامي وبجح، مبقاش حرامي مهزأ يعني. لكن لو الروايه مش عاجباك اشتري براحتك. ما تدافع. طب انت ايه المستوى المعين اللي انت شايفه ان هو يبقى على جود ريدز مثلا، اللي هو ده ريفيو، بعد المستوى دوت بقى هيبدا ان لا ده شتيمه، ده مش ده، انت مش كده مش بتكتب ريفيو، انت كده بتشتم. والله في جميع الاحوال ما عنديش مشكله، ده ما بيتكلمش عن شخصي. يعني عايز تقول الفاظ وحشه براحتك، انت بتشتم على الروايه، انت حر. الروايه في النهايه هو منتج، انت في منتج اشتريته قريته ما عجبكش، المنتج ده زي الزفت، المنتج ده خساره فيه فلوسي، براحتك. هي مش مشخصنه. لكن ما دام ما انت مش داخل تشتمني تقول ميرنا المهدي دي انسانه كذا كذا كذا، انا ما عنديش مشاكل. يعني انا اصلا على الجود ريدز او في المطلق انا ما بحبش احجر على راي حد. يعني اي حد بيكتب اي تعليق نيجاتيف انا مش برد عليه غير لو هو عامل لي منشن وعايزني ان انا ارد عليه. لو عامل لي منشن هرد، مش عامل منشن خلاص الراجل بيقول رايه يعني براحتك. طب ما انا في حاجات كتير جدا بقراها تقرف الكلب المبلول بتضايق يعني، ومنهم ناس زملاء يعني اكيد مش هروح اقول له انت ايه القرف انت كاتبه ده، بس انا في حاجات بقراها فعلا ببقى حاسه اللي هو ايه. بس ما فيش ولا مره بقول خساره فيها فلوس، لان انا بحس اصلا ان الروايات الوحشه بتعلمك اكتر من الروايات الحلوه. فبتقولي ما ينفعش اكتب كده، لا ما ينفعش اعمل كده. طب احنا ما بنكتبش وحاجات انترناشونال كمان والله يعني، عشان ده هو مش هنا، في حاجات بره ايوه سيئه على فكره، مش مش هنا وبره. ايوه المستوى ده أيوة. المستوى ده بس عادي ما عنديش مشكله. لكن ما دام محدش عمر ما حد وجه لي انا هجوم شخصي غير حد عشان كنت عارفاه بشكل شخصي، حصل ما بيننا خلاف فبقى وجه لي الكلام بطريقه شخصيه وما ردتش عادي. لا ما عنديش مشكله عادي يعني انا متصالحه، ما فاهمه. لا اصلا اللي هو يعني احنا اصحاب اتخانقنا فكذا. لا عادي لا مش بس انا كده متصالحه مع المبدا بتاع ان اكيد مش كل الناس هيجوا من انا بكتب. لان برضو انا طبعا كل الناس فوق راسي مع احترامي، بس انا مش بكتب الروايه عشان خاطر الناس، انا بكتب الروايه عشان انا مؤمنه بالشخص اللي انا هكتب عنها. انا عندي شخصيه انا عارفه ان عندها قصه، انا عايزه اتكلم عن القصه دي. القصه دي ممكن تعجب الناس جدا جدا جدا، ممكن تعجبش اي حد خالص، بس هي عجبتني انا وانا مقتنعه بيها فبكتب بناء على كده. لكن لو انا بكتب بناء على اهواء الناس رايحه فين او الناس عاجبها ايه، فانا هفضل طول عمري بكتب نوح الفي بس، مش هعمل ريسك ان اكتب اي روايه ثانيه. الفكره فعلا في نوح ان هو احنا كل الديتكتيفز الموجودين عندنا في مصر يا بيبقوا جايين من بره ومترجمين، يا بيبقى حاجه كليشيه وهو جايب اللي بره وكاتبه هو من غير ما يترجم. انا بحس ايه يعني، اكيد مش انا اللي هنتقد اجاثا كريستي يعني،
مع ان ألسن ودرس النقد ممكن انتقد عادي. احنا هنا سيف اريا بننتقد اي حد. ممكن اعمل كده والله فعلا، دي دراستي يعني، احنا درسنا الحاجات دي. احنا من غير دراسه بننتقد وحتى عادي. احنا أصلاً مش عاجبنا لا بننتقد. انا ميجرد عادي، لو حد اتكلم معايا احنا دراستي قعدنا ننتقد مشروع في كاتب تخرجي. اوراق شمعون وفي الاخر طلع احنا اللي غلطانين عادي. انت اللي غلطان بس انت اللي قريت القرايه. هنا بس هنا عادي، مثلا حاجه عجبتني تلاقيها عادي، الاثنين طلعوا عادي. لا ما مش بتكلم في الاراء، بس انا يعني حتى انا في النقد، هكلمكم في النقد. ككتابه كستراكشر يعني. اغلب الروايات اللي احنا شفناها المشهوره قوي هو محقق بيحقق، ذاتس ات. مش مهتمين بقصة حياته، مش اي باك ستوري ولا الشخص ده بيرجع بيته يعمل ايه. يعني تعرف حاجات تخلي الشخصيه مميزه، تخليك ان انت تبقى عايزه. يعني اخوي بوارو فكره ان هو انتو ديتيلز قوي وبيقيس البيضه مسلوقه مستواها قد ايه، مفهوم. فكره شيرلوك هولمز ان هو كان مدمن، دي كانت بالنسبه لي من الحاجات المميزه فشخ يعني في الكاركتر بتاعه. احنا ممكن نقول فشخ والله انا عادي. لا طيب انا بقول ده شمال، انت مش فاهمه. بس في النهايه انت مش عارف مين صحابه، مين بيعمل ايه حياته. فكره ان نوح توكسيك، وفكره ان هو والله العظيم توكسيك. الكاتبة اقسم بالله بتقول لك انا اللي خلقاه وبقول لك. وانا بقول لك مش توكسيك، تعرفي اكتر مني. لا صح عندك حق. ايه مش هتعرفي اكتر مني؟ معلش بقى هي الفكرة اصلا ان ميرنا فعلا كتبته، اللي هي مش بتحشر لك افكارها كده بقينا إنه اتنين، ها؟ خدي نوح توكسيك اكرهيه، لا هي سابت لك الدنيا. انا سيبك انت ورايك. انت رايك ما هي انت مشكلة. بتحبي هادي عادي، اهي دي بقى انت الخناقه. واخده بالك يعني لما بنتكلم بعيد عن الكاميرا بعد، بس انت بتحبي هادي عادي وانا قلت لك ما ينفعش. مش مهم، هو المهم ما هي دي بقى الخناقه اللي بين الفن واللي قصده الفنان واللي بيستوعبه الجمهور. دي مش هتبقى حرق، بس هل وانت بتكتبي كده هل متخيله ان في حد من الشخصيات ديت ممكن يبقى تحبه تاني؟ اي بصي، في حد ممكن تحبيه وهو هيز ورث انه يصعب عليكي، فممكن تحبيه بجد. لم تحبوا امه برضه يا بتحضنه، يبقى يا اما قاتل يا اما سارق يا اما معقد نفسيا يعني يا اما ما كانش بيتحضن وهو صغير زي ما هنا انا بتقول. غالبا انا مش كاتبه حد اتحضن وهو صغير غير لارا. لارا الوحيده اتحضنت وهي طفل، دليله اتحضنت وهي طفله، بس مفيش حد تاني كاتبه اتحضن وهو طفل. ما انت عارفين هي في مره قالت لي ان انا شبه دليده، دليله معلش. يعني دليله هتبقى ممثله هتبقى بيرو، ربنا يستر. من قبل ما اقابلها والله. ربنا. انا كنت متخيله دليله قوي شبه ياسمين رئيس في فتره كانت قصه فيها شعرها اول ما طلعت كده، وانت جايبه نفس الحته دي بالانرجي طبعا، بالكومبو ايوه بس ده احنا كله. طبعا لو هيتمثل هياخدوا رئيس ياسمين رئيس مش هياخدوا. ما انا لقطتها عشان الانرجي، يعني الانرجي ممكن اتفق معاه. الكاتبة هي اللي هتختارك ما تقلقيش. لو اتحولت خلاص هي تتحول بس، وصدقيني مش هعرف تاني. مش هتعرف لا ما اقدرش يا بيرو ينو، ما اقدرش لغايه ما يجي لي العقد بس. ما اقدرش امحيكي كام شهر. في اي امل قريب اي حاجه تتحول؟ بصي هو كل معرض حد بيجي يتكلم معايا في وقت الروايه الجديده لما بتاخد الباز وكده، وانت حقوق مع مين وبتاع. بس المشكله ان المجال ده فيه حاجتين، يا اما هيبقى الديل جاهز، ودي هسمعها دليل جدتي قتل الاول، كان الديل جاهز بس كانوا واخدين الروايه برسبكتيف مختلف تماما، مش هيتبقى منها غير تقريبا عنوانها. يعني كل حاجه الرقابه مش هتوافق، الرقابه مش هتوافق، الرقابه مش هتوافق، الرقابه مش هتوافق. لا مفيش عندنا حد في السن ده ابطال. ينفع نخلي عيسى في سن الاربعينات مثلا؟ يعني ايه ده؟ كان والله الروايه كانت هتعمل كده، كانت تبقى كان هيبقى كوميدي اصلا. بطولة اكرم حسني. دي كانت الديل جاهزه ويلا بينا وبكره بس ده كان بالنسبه لي لا، يعني انت كده. انا لما قلت اكرم حسني انا قلت اكرم حسني مين اللي هيبقى؟ انا مش متخيله بصراحه. اكرم حسني هيبقى يا عيسى. جماعه انتوا متخيلين يا جماعه اصلا كونسبت راح، هو كانت هتبقى كوميدي، ما كانش هيبقى فيها اي دراماتيك تويست خالص. تغيير السن ده في حد ذاته اصلا نقل الفكره. انا مش معترض يعني هي مكتوبه. لا انا معترض. ايوه طبعا، بس عارفه اللي هو مثلا لو احنا جينا قلنا مثلا عيسى ده مثلا هيبقى اي حد من الشخصيات اللي هي اللي بتطحن في يا عم هات احمد مالك، هات ايوه هات اي حاجه من الناس بتوعنا. اكرم توفيق مين عيسى؟ انا الكاركتر متخيله برضه. لا والسن كمان، السن كمان. اكرم يا دي مين اكرم توفيق؟ توفيق صباح الفل. صباح الفل عادي يعني. اكرم توفيق ده لعيب في الاهلي اللي جاله صليبي تمام. انا معاك ماشي اوكي. انا بشد والله نو اوفنس. فلا انا نوح اصلا يعني اكيد من الحاجات اللي انا نفسي فعلا انها تتحول. مين يمثل ممكن يبقى نوح؟ بصي هو المشكله لما كتبت نوح، انا كتبت نوح في التوقيت بتاع مسلسل صاحب السعاده لما كان لسه طالع جديد لانك، وكان محمد امام طالع ظابط، فكان شكله بهيئته بالتقل ده بالسنه التوكسيك بالفايبس، كان هو انا عايز اقول لك حاجه، انا متخيل ان اصلا في الاساس تخين
اصلا لا لا حطيت تخين واصلع، ولا ده كان محمد وانتوا الرجاله كلهم بيتفقوا على نفس الشكل مش ولا؟ عارفه ليه. لا راح ما قلتش له حنفي اصلع، لا انا ما كنتش يقول لي اصلع أنا كنت تخين، بس عارفه اللي هو متخيل قطز تخين واصلع. لا 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 طول لا الوقت لا بيعمل بشعره كده اصلا يعني، فقلت له لا حصل خير مش هو. كنت متخيله قوي مش هو خالص، كنت متخيله قطز السعدني احمد السعدني. بس الكلام ده يا جماعه يا نهار ابيض، الكلام ده من يجي 8 سنين. كبروا قوي. الكلام ده من زمان قوي. دلوقتي موضوع مختلف. احنا ممكن نسقط على دليل جدتي باعتبار ان هي الاقرب. انت بقى متخيلها مين دلوقتي؟ انا كنت متخيله دليل جدتي الاب مثلا، عشان ده شخصيه. كنت متخيله حد معين، بس حد دلوقتي بالنسبه لي مقاطعه، فانا ما احبش ان انا اشوف حاجه. اوكي بكتبها. تمام ماشي. والام تصدق ما فكرتش قوي سينمائيا لا في دليل بس جدتي يعني غير زي بس في عيسى يعني. ده طب الوحيد عيسى اللي ممكن انا يبقى ماشي. عيسى كنت ماشي. متخيله احمد مالك جدا. وكنت متخيله بتول اسمها ابو اليزيد. حلو قوي قوي. كنت بحبها جدا. ماي تايب موت يعني. دول الاثنين بس اللي كانوا في دماغي حاضرين. أوكي. هو المشكله ان انا دليل جدتي ده الى حد كبير القصص بتاعتها شبه ناس نعرفهم في الحقيقه، فانا كنت حتى بما فيهم احمد مالك، فانا كنت متخيله الناس اللي عارفاهم في الحقيقه. اوكي. ما تخيلتهمش سينمائيا. انا كل رواياتي بتخيلهم سينمائيا جدا، او اقعد ارسمهم على الاي اي يعني. بحب اشوف شكل الكاركتر قدامي. دي الروايه الوحيده انا ما ركزتش فيها لان انا عارفه الناس دي في الحقيقه. بس انا اعتقد اتوقعنا الشخصي دي هتبقى اول حاجه، لو في حاجه تحاول دراما دي هتبقى اول واحده يعني. ما عنديش مشكله ان احنا في حاجات ممكن نغيرها اكيد. اكيد. بس هتغير المسج مش عايزه. لا طبعا مستحيل يعني لو مش بولد كفايه ان انت تتكلم عنها خليها زي ما هي، خليها روايه. اوكي. يا نهار اسود على لما تبقي تقريها. احنا في بعض الناس سالتنا على سيمز معينه موجوده على الاغلفه بتاعت الكتب يعني. دليل جدتي كان عليها حقنه. لا ثانيه واحده مش تمام. السؤال. هو ده السؤال اللي انا كنت هقوله. طب ما تسيبيها ماشي. تكمل سؤال ثاني انا. انت حقنه يا مدينه طب فعلا. حقنه بجد. ما انا كده هضطر اعيد تاني. قولي. انت ما بتضربهاش ليه؟ هو انا بعدك جنبها ليه؟ هو قلت لك كده في حد بيضرب كده. طب نفضها يعني. انا بغلط دلوقتي وبغلط وانا بمنتج. احنا معانا دكتوره بس الحمد لله تلحقنا. ده ماشي بعلاج والله بسببهم. اتفضلي. في ناس سالتنا على بعض السيمز اللي موجوده على بعض الاغلفه. تمام. طبعا دليل جدتي كان اكتر واحد عليه ايتمز متبعتره كده. تمام. انت بتراجعي ولا ايه؟ اكيد اوكي تمام. السيمز المتبعتره دي، فطبعا في حد مثلا سالنا على الحقنه، فده معناه ان هو ايه؟ حاجه من الاثنين. يا ما قراش الروايه، ليه ما قراش الروايه؟ يا مش مركز. يا مش مركز. ايوه دي انا كنت هقول عليها. تمام. لان انا لما اتسالت السؤال قعدت دقيقتين كده بجمع. هو المفروض كل ثيم من دول ليه علاقه بجريمه حصل جوه روايه. اوكي حلو. ليه علاقه بوغد من الاوغاد. فالحقنه دي اللي استعملتها جدة عيسى. اوكي. ما قريتش الروايه وقلت لهم. تمام. فيعني السيمز دي الناس شو بقى بس تعمل تركز. إزاي والمضرب عامه حتى لا ده انا عارفاه. بتاع بتول. لا المضرب ده اتقال، كله ده ده اتقال. بتاع بتول. ومين اتضرب بيه في النهايه؟ مين الدشمل بيه في الحلقه؟ دشمل بيه. شفت دي بقت كلمه دشمله. ممكن اقول حاجه. انت حتى يعني اول جزئين برضو من تحقيقات نجيبهم برضه عشان عشان نشوف هيبقى حاجات ليها علاقه بال بس هنا بص ده فيري اوبفيس. مبدئيا يعني محبتي الكبيره لاحمد عاطف مجاهد، هو اللي عامل كل رواياتي مع كارما. بجد. واتمنى ان شاء الله الغرفه الجايه برضه يبقى معاه. هو اللي عامل الايدنتيتي بتاعه الروايه كلها، وهو اللي شغال عليها. عندي سؤال تقني عشان بحب الحاجات دي. يلا. اللي بيعمل الغلاف بيبقى قاري الروايه؟ اظن بيبقى واخد بريف عنها؟ بيبقى انا بعمل بريف قمر. اوكي. انا بعمل بريف حلو، انا بحب كده قوي. اوكي. بعمل حاجه اسمها بريسكت. دي حاجه من الحاجات اللي عملتها في شغل لما اشتغلت مع اصحابي بتاعت مهرجان القاهره. اوكي. كل الافلام ده بره بيعملوها، مش عارفه هنا في مصر بنعمل نفس الكلام ولا لا. في حاجه اسمها بريسكت اللي هي بمعنى عده الصحافه. بيبقى انا عامل فيلم، فانا عايز صحفي يكتب عن الفيلم ده. انا مش ضامن الصحفي هيقعد يتفرج على الفيلم، فبعمل ايه؟ بكتب ملخص للفيلم، ملخص كده اولاني هو باراجراف قد كده. اوكي. بعد كده من ورا ملخص بقى ان ديتيلز اكتر لو انت عايز تذاكر الموضوع اكتر. وبعد كده شويه معلومات مهمه عن الفيلم، ان مثلا الفكره جات لي منين، ده كام صفحه، مستوحى من ايه، رجعت فيه مع مين، اخدت عليه جوائز ولا اي حاجه مهمه عن الفيلم. تتجمع مع بعض بصور طاقم العمل، معلومه مفيده على كل حد من طاقم العمل. ده بيبقى اسمه بريسكت. دي انا اتعلمتها من اول ما كنت عايز ان انا الاقي ناشر. كنت بعمل بريسكت للعمل بتاعي عشان يلف على الناشرين يقدروا يقروه، بلس يشوفوا مثلا اول فصل من الروايه فيوزنوا هل يستحق الوقت ان انا اقرا ليها ولا لا. حلو قوي. فده انا بعمله وبديه للمصمم. اوكي.
وبقول له على الرموز المهمه اللي في الروايه. يعني مثلا بقول له أوكي. ايه، انا شايفه غلاف الروايه ده المفروض يكون لونه كذا عشان اللون ده معناه كذا في الروايه، اوكي. وفي رموز 1 2 3 4 مهمه للروايه دي. هو بيقراه لان اكيد مش هيلحق يقرا كل طبعا. الاعمال اللي داخله في وقت المعرض، لان احنا ككتاب برضو بنقدم الروايات بتاعتنا متاخر. ده وطبعا التصحيح والتدقيق والحاجات دي كلها، فهو بيبقى معاه كذا روايه فجاه واحنا عندنا معرض فيلا. مش ماشي مع دليل جدتي. ايه اشمعنى مش ماشي مع دليل جدتي؟ يعني مش ماشي اللون مش كفر. دي مش ماشي ليه مش ماشي؟ الالوان دي مش ماشي. اه بصراحه دي كانت رؤيه المصمم. لا هي قصدها ان مفيش دلاله للون ده. بس انت قلتي كل بتاع بيبقى ليه لون بتاع. هو المفروض كل يعني لا، او انت مثلا هنا عندك دول هو اختار الالوان دي، انت خدت بالكم مبين ان هما اتنين مع بعض نفس السلسله، فالمفروض التالت هيبقى بنفس الايدنتيتي. التالت انا مختاره لون معين عشان ليه معنى معين. اوكي. مش عارفه هو هيلتزم بيه ولا هو عنده رؤيه تانية اب تو اي افكار. احنا عايزين نقفل ده الكاميرات دلوقتي ونعرف جدتي. اللون. انا عارفه. انا مش فاكره، انا لا، انا دليل جدتي مش انا اللي مختاره انها تبقى اورنج. اوكي. لان انا كنت عايزه روايه تانية عندي قديمه طبعت في دار تانية، كنت عايزاها تبقى اورنج. لا، روك اند رول، عشان الاورنج روك اند رول احداثها كلها في السبعينات، والاورنج ده كان لون كان لون ايوه. عملها ازرق. بس اقول لك حاجه، عملهاش اعتقد أورنج. كلمه يعني انا لما شفت كلمه جدتي اورنج انا رجعت برضو للثيم اللي انت بتقولي عليه ده بتاع القديم. لقيته في حاجه فعلا. لا يعني انا حسيت كده سمعت وانا عنه جايه كده؟ اجيب ولا الروايه. ده رأيك؟ تمام. فحته جدتي وان هي سبيشلي ان هي فيها حرب بتاعت اكتوبر في ابتدائي، ممكن تتبسط. انا ده اللي لما شفت الروايه، لما جبت الروايه وكده وأنا بص عليها دي رؤيه. انا حسيت اصلا الكفر ممكن اقعد انا مع المصمم والله في جامد الموضوع. قوي. اصلا الكفر طلع اوه ايه يا احمد ده جامد جدا تحفه، قال لي عندك اي تلاته؟ لا تحفه.
لا ككاتبه اكيد ابقى كدابه لو قلت العكس. ابقى كدابه لو قلت انا ما بحبش حد يعرفني، ما بحبش حد يقول لي ببسط. لو سمحتوا اللي يشوفني في الشارع يسلم عليا، انا ببسط جدا. بما ان احنا خلاص احنا بنصور في اخر 2023، قولي لنا ايه احلى او اكتر 3 او 4 روايات قريتيهم السنه دي عجبوكي وترشحيهم؟ السنه دي ولا عشان كنت بتكتبي لا قريت بس انا دايما عندي مشكله في التصنيف. انا قريت كوكوراتشز لجون اسبو، دي عجبتني جدا السنه دي. وقريت دبابه تحت شجره عيد الميلاد لابراهيم نصر الله، وزعلان من نفسي ان انا ما قريتش ابراهيم نصر الله من زمان، عجبتني جدا جدا جدا. قريت ايه تاني؟ في كتاب كتاب يا جماعه خطير بجد، اسمه الطاه يقتل والكاتب ينتحر. ده بتاع عزة الأوحاد دي صح؟ عايزة اجيبه يا جماعه تحفه، كتاب تحفه. لا وطاهي. هو مبدئيا هو اصلا الكتاب هو مش روايه، هو كتاب بيربط ما بين فن الطبخ وفن الكتابه. يا جماعه الكتاب ده خطير، وان الفرق ما بين ان الطاهي بيقتل مكوناته عشان يطبخ، سواء ان هو بيخلع الزرع من مكانه او بيقتل الفرخه بيقتل البقره ايا كان. الكاتب عشان يطلع منتج جميل الناس تاكله، الكاتب عشان يطلع منتج جميل الناس تاكله هو من جواه بينتحر، هو بيضطر ان هو يكشف كل عيوبه وكل التجارب السيئه اللي عاشها في حياته ويتكلم عنها في العلن، فهو كانه بينتحر وهو بيكتب. تحفه. هو تقريبا دلوقتي في القائمه الطويله الشيخ زايد، اتمنى يكسبها لان بجد كتاب خطير. دول احلى يعني دول اكتر 3 حاجات انا قريتهم فضلوا في دماغي. في حاجات كتير تانية قريتها بس ما دام ما افتكرتهمش يبقى مش بنفس الجوده. تمام. انا عايز اسال ماشي اتفضل. يعني دي فرصه معلش، يعني لو مش هيضايقك دي فرصه. احنا دلوقتي لو جينا نتكلم على حد بيقرا الكتب بتاعتك هو خلصها بيستنى كل سنه ان انت تنزلي روايه، ترشحي له ايه يقراها في الجاب بتاعت من سنه لسنه؟ يعني مين مثلا من الكتاب سواء هنا او بره او حاجه يعني ده ترشيح كتاب مش كتابات؟ من الكتاب هنا او بره تحس ان هو نوعا ما ممكن يبقى اسلوبه شبه اسلوبك او قريب من اسلوبك؟ لا ما اعتقدش في 2 كتاب اسلوبهم شبه بعض اصلا في الاساس مش منطقي. يعني لو في 2 شبه بعض في حد ناقم التاني وش ده رسمي. يعني لو في حد شبه التاني بيكتب زيه او نفس الاسلوب، يعني لدرجه ان انت لو ما فيش اسم على كتاب من بره مش هتعرف مين فيهم اللي كاتب، فحد فيهم سارق من التاني. يعني انا قصدي مثلا انا لما كنت بترتاحي له في الاول زي انا كنت بقول لهم كده برضه، انا مش عارفه حاجه هتضايقك ولا لا بصراحه. لا قول عادي. بس انا كنت بحس قوي ان اسلوبي شبه اسلوب دكتور احمد خالد توفيق، اللي هو موضوع الكوميديا الساخره في الروايات وكده. كنت بحس ان انتوا الاثنين مشتركين في الجزء ده. طبعا هنا في اختلاف وهنا في اختلاف، بس انا قصدي اللي هي الحاجات اللي هي بتبقى مثلا كعناصر، يعني كعناصر او كادوات شبه بعض. ايوه بالظبط. فدي الفكره. هو عشان كان هو عنده نفس المسج اللي قالتها اللي بررت بيها الموضوع، ان هو شايف ان ده طبع الشعب المصري. ايوه لاي موقف. انا قصدي بقى هي حس ان اي اصلا كاتب بيكتب بطبيعته هتلاقي لو هو دمه خفيف الا لو كان دمه تقيل. يعني اي كاتب في الحقيقه فعلا لو بيحب يهزر وسايب نفسه بيكتب براحته هتلاقي عنده النقطه دي. بس انا يعني ممكن اكون مثلا كتاب انا بحبهم، لكن فكره ان هم بيكتبوا او انا شبه بعض في الكتابه دي صعبه. بس انا شخصيا لما باجي افصل بين حاجه وحاجه بقرا حلقات كونان. في كونان نازله كوميك بوكس كده صغير بحب اقرا جدا. نزلت جبتهم من الميكروفون، جبت فاكره الكلمات بتاع 30 كتاب كده. دي حلوه ممكن يقرا. هي احنا مش بنتكلم في نفس الموضوعات بس ممكن يقرا اليف شفق، لان الحاجه انا بحبها في اليف وبحس ان انا برضو بشتغل على النقطه دي. كل شخصياتها عندها باك ستوري، كل شخصياتها عندها تفاصيل. مفيش حد جاي لا سيبك من المعاناه، هو مفيش حد طلع في شخصيتها يعمل تصرف مروح. كل شخصيه حتى لو هي طالعه دور بسيط. فانا بحب ده. وبحب جون اسبو برضو المحقق بتاعه عنده باك ستوري وعنده عيله وعنده هدف وعنده قصه. كان لسه ابجد من قريب منزلين لي روايات كتير مترجمه بالعربي ممكن تتقري. توب نوتش خطير حلو. هروح نحمله لا جون اسبو خطير. ايه اكتر كتب او مين اكتر كتاب متحمسه تقرا لهم المعرض اللي جاي؟ او ايه الكتب لحد دلوقتي لسه ما اتعلنش اصدارات جديده بس مين متحمسه تقرا له؟ انا مش عارفه هيثم الورداني هينزل حاجه السنه دي ولا لا، بس هنزلها اكيد احب اقرا له. عمر طاهر اكيد هقرا له ان شاء الله في حاجه نزلت. مين تاني؟ اصل المشكله كل بحبهم ماتوا. دي مشكله برضه. كنت بحبهم ماتوا. ده ممكن يديكي هنت او اليرت لاي حاجه كده. مفيش اي جون اسبو برضه لو ليه حاجه احب اقراها.
انا بطبعي على فكره مش بستنى كتاب، يعني مش بستنى الكاتب بعينه هينزل حاجه او لا، بس انا بدخل ببص كده يعني ايه العنوان ده، هات تعال ادخل اقرا. انا على فكره ان اختياراتي اصلا في شراء الكتب عشوائيه لحد كبير جدا، يعني الا لو انا مثلا بذاكر بروجكت معين او بذاكر لروايه معينه ساعتها هنقي، لكن لو انا عايزه اقرا فور فن عشوائيه جدا تك تك تعالى بس خلاص، بيطلعوا مش علاقه ببعض. بتشتري كام كتاب في المره فرنج مثلا؟ وانا الحمد لله بتهدى كتير جدا، يعني ده رقم واحد، والكارما بتروق عليا برضو حياتي بيحرمونيش من حاجه. بس انا كشراء لا والله مش افريج، يعني انا في سنه، مش السنه اللي فاتت دي اللي قبلها، اشتريت، رحت اللي هو مركز القومي للترجمه وهيئه الكتاب، اشتريت منهم كميه كتب مش طبيعيه، يعني انا ما عدتش، بس انا فاكره انا صرفت قد ايه، بس انا ما عدتش. وخصوصا بقى كمان ايام ما كنت لسه طالبه معايا كارنيه طلبه، كنت باخد حاجه كلها بنص السعر عشان الألسن وكده. دلوقتي مفيش الكلام ده، والله مش عادة. وبرضه على فكره حسب السوق في ايه، ما في سنه مش هذكرها، بس في سنه بجد الكتب كانت تقفل النفس. انا عارفه السنه دي اللي في النص في المعرض، في سنه كده عامه بجد كانت سنه تسد النفس. الكتب تفهميش، الناس بقى كروتة الكتابه، الناس ما كانتش فاضيه تكتب، يعني حتى اللي اشتريته وقريته احبطت جدا، فقلت انا اخر السنه كده تمام شكرا كفايه كده. طب انا عايز تقولي سرنج سعر فيديو وصدمه الناس من تاني حلقه مثلا؟ لا انا انا اللي انا جبته اي حاجه اي ارقام هتقوليها، لا اصل خلي بالك او كفلوس فيديو مدشملها، لا هو بصي هو مش كفلوس بقى، هو فلوس تجيبيها من رخاص رخاص، فانتي رقم كتب لا يعني انت لو بتتكلمي يعني في فرق بين انا مثلا جايب 5000 جنيه كتب من دار معينه، وفي فرق مثلا 5000 جنيه كتب من حاجات بتاعت هيئه الكتاب، ده بيبقى فاهمه سجاده يعني. لو عايزه تقولي مثلا جبت 100 كتاب عمري ما بعد بجد، عمري ما بعد، لان مش اصل ليه اعد ليه يعني، اصل هو مش تارجت، ما صدقونيش والله، اصل هو مش تارجت. ايوه وخليهم يوريكم. وعلى فكره انا مش بعمل ابدا في حياتي جو تارجت السنه دي انا عايزه اقرا عدد كتب كذا، لا انا احيانا بشوف انا افريج قريت قد ايه، لان هو جود ريدز خلقه بيديكي بريف في اخر السنه، بس انا بالنسبه لي هو الموضوع مش تارجت عشان ما احبطش، لان في ظروف. على فكره الناس اللي بيجي مش كده، انا بيجي لي بلوكات كتير جدا، انا بيجي لي بلوكات وبتقعد حبه حلوين، يعني انا تقريبا جالي بلوكين من القرايه، واحد 4 شهور والتاني كان 3 شهور، في 7 شهور من السنه راحوا اصلا مش طايقه اقرا. لا وبيجي من الكتاب على فكره، يعني قضيه الروايه الجايه القضيه الثالثه من نوح دي انا قعدت قبل 4 شهور مش عارفه اكتب كلمه اصلا، قعدت حبه حلوين كده بعد ايه جدتي عامه انا مقفوله من العيشه. لا ما هو ده طبيعي يعني، لان انا عندي مشكله، انا طول ما انا بكتب انا مش بتفاعل مع حاجه، يعني انا عادي بكتب الصعبانيات وانا مش متفاعله، انا بعد ما اخلص بقول ايه ده وابدا بقى احلم بقى ويأنبوا ضميري يقول لي عملتي فينا كده، كانت نهايتي ممكن تبقى احسن من كده. بتحبي الشخصيات اللي بيطلعوا طبعا، وتأنيب ضمير، انت اللي عامله فيهم كده، انت اللي كاتبه كده، الموضوع بيبقى صعب بعد الكتابه. دايما بعد الكتابه بفضل حبه كده نفسيتي تعبانه، فبقى اقرا اي حاجه عبيطه، الحاجات بقى الخفيفه بقى لا حاجات لايلو ميكي ستايل، حاجه ما تخليكيش تتسحلي، حاجه ما فيهاش مشاعر حاجه فيها شويه احداث بتضحك يعني كده. هو ده يفتح سؤال حلو، قولي. هل تفتكري ان انت ممكن في وقت من الاوقات تعملي روايه بقى محورها الاساسي بيتكلم عن موضوع ان كاتب بيكتب مثلا شخصيه والشخصيه بتاثر في الكاتب او تظهر ويبدا بقى نلف حوالين بعضنا، الشخصيه بتاثر في الكاتب ولا الكاتب بيأثر في الشخصيه؟ لا هو الكاتب خالق الشخصيه خلقه، هو كل الروايات اللي بنكتبها دي صوره مصغره عن حاجه عندك. ايوه ما هو ديبند ان ممكن يكون الشخصيه الميجر البطل ممكن يبقى شخصيه بجد. بصي اولا انا ما بحبش، يعني في ناس كتير في كتاب بيتكلموا في الموضوع ده ان مثلا بيبقى الشخصيه فلانيه دي شخصيتي، وانا مش بحب ده، لان كده في فرق ما بين ان انت بقى بتحكي حياتك وبين انت بتخلق قصه. أيوة. انا مقتنعه ان الكتابه ده فعل ثيرابيوتيك، انت بتعالجي نفسك من مشكله، من قضيه. لا والله مش بهزر، انا دليل جدتي الى حد كبير انا خرجت فيها كلام كتير مش ممكن بالسهل اقعد على ترابيزه مع حد واقول الكلام، مش حبه الابطال، في فرق. فما في فرق بين انت بتفرغي فكره او كلام جواكي او صرخه معينه على قضيه معينه فبتتكلمي براحتك على لسان شخصيات ممكن يبقوا اشجع منك ان هم يقولوا الكلام ده، وما بين ان انت مجرد بتكتبي لاجل انك بتكتبي. انا بالنسبه لي علشان اعرف اخلق شخصيه فهي لازم بيكون فيها حاجه من رايي انا مشتركه بيني وبينها، قاعده اعرف ابني عليها بقيه الشخصيه.
فكل شخصيه فيها ظل منك. كل شخصياتي اشرار طيبين كلهم في حاجه مشتركه لازم تكون بيني وبينهم، عشان اعرف افهم هم عايزين ايه او بيعملوا كده ليه، واقدر ابيلد اب عليها. بعد كده الموضوع ده يتغرب لحد ما الاقيه يبقى مختلف عني تمام. بس هو في النهايه قطعه صلصال انت خدتي منها حته وشكلتيها على جنب. طب مفيش مره مثلا انت محدده مثلا الشخصيه دي يحصل 1 2 3 بعدين تحسي ان الشخصيه بتفرض نفسها عليكي ان هو لا بتغير من احداث تماما عشان الشخصيه دي؟ لا انا بحب اسيطر قوي فشخ يعني. انا مش مع المدرسه بتاعت الارتجال ابدا، ما بعرفش. الروايه قبل ما بكتبها ببقى عامله ستاب شيت خطوه بخطوه الشخصيه دي يحصل لها ايه. ممكن بعد ما بعمل ده، ودي احيانا بتحصل، حصلت في الروايه الاخيره دي، بعد ما كتبتها بصيت كده قلت ايه ده. ممكن حاجه عارفه زي ما بتتخيلي لوحه وبتيجي بعد كده ترسميها فتلاقيها بعد ما اترسمت لا مش ظابطه، يعني انت ما كانتش ظابطه مع بعض، فساعتها ممكن اكسر وابنيها تاني من اول وجديد. لكن فكره بقى ان الحاجه الوحيده اللي ممكن الاقي فعلا الشخصيه هي اللي سايقه نفسها الحوار. ممكن الاقي مع الوقت خلاص هي صوتها بقى في دماغك فاتكلمت والشخصيه دي ردت قالت كذا، بس في النهايه هم هيروحوا للنقطه اللي انا عايزاها. هيروحوا بقى ازاي دي ممكن يحصل فيها شويه تغييرات، لكن هيروحوا للنقطه دي مش لدرجه ان هي مثلا تتغير او الكاركتر يعمل حاجه عايز انا اصلا كنت عايز السؤال ده كويس ان احنا فتحنا موضوع الحوار. احنا عملنا من كام حلقه كده حلقه بنتكلم فيها اصلا عن الحوارات العاميه. الله بحب المواضيع دي قوي. انا ما اعرفش مواضيع كانت بحب قوي الموضوع انا ده. ما اعرفش بصراحه انت شفت الحلقه ولا لا، بس هو احنا اصلا لما كنا بنتكلم كنا بنقول من ضمن الناس اللي الحوارات بتاعتها في العاميه بتكون كويسه انت ده بجد يعني بعيد عن اي حاجه. يوسف بيكره هي حوارات بالعاميه. انا كنت بكره قبل روايتك. هو لو رومانسي كمان الموضوع بيبقى صعب قوي. لا يا لهوي. فاحنا بقى عايزين نعرف ايه الفكره اللي بتخلي الحوارات بتاعتك بالعاميه بتبقى كويسه وفي حوارات تانية بالعاميه بتبقى ملزقه او بتبقى مش كويسه او بتكسر الريتم بتاعها من وجهه نظر كاتبه يعني. انا في رايي ويعني بناء على دراسات يعني ان الحوار عشان يبقى كويس انت محتاج حاجتين. محتاج ان يكون فلو شغال عفوي مميز وفي كونتراست. تمام. تعالى نتخيل مثلا انا ايه فيرينا انت الجاكيت ده حلو قوي، فعلا حلو قوي، اللون ده لايق عليكي، فعلا لايق عليا جدا، انت بتلبسيه كل يوم، فعلا انا بلبس كل يوم. ده لو حوار اكيد ده مش منطقي. بس لو انا شايفه فيرينا ده حلو عليكي، لا ده اصلا مش بتاعي، طب خدتيه من فين؟ لا انا كنت شايفه ان اللون ده مش ده بقى في حوار. فلو الحوار شخص دي بقى غلطه بيقع فيها كتاب كتير قوي، خصوصا لما تيجي تكتب شخصيه السايد كيك اللي هو صاحب المحقق اللي هو صاحب الحياه دي كتز، هو صاحب المحقق. فيجي مثلا نروح يقول له ايه الست دي اتقتلت بالسكينه، تصدق فعلا برافو عليك انت خدت بالك، الست دي وقعت، تصدق فعلا خدت. بيبقى الموضوع ماشي ان مجرد واحد بيأمن على التاني علشان ياكد ان قد ايه البطل فشيخ مفيش زيه. لكن هم بيكونوا الاثنين وجهات نظرهم، اغلب اصلا حوارات نحو كتب مختلفين في وجهه النظر بيضربوا بعض بالظبط. وده الحقيقي. احنا الصحاب الانتيم على فكره مش طول الوقت بيقولوا صح انت صح انت صح، لا احنا بالعكس. انا اختي اللي مفيش حد في العالم اقرب مني ليها، احنا اغلب الوقت وجهات نظرنا مختلفه. فاول حاجه يكون في اختلاف في وجهات النظر عشان الحوار يبقى كويس. ثانيا ودي نصيحه بتبقى صعبه جدا، علشان تكتب حوار كويس انت ككاتب لازم تخرس، ما تتكلمش، الشخصيه تتكلم مش الشخصيه بتقول طول الوقت وجهه نظرك انت. علشان تكتب حوار كويس ان انت دايما تفكر في الراي وعكسه. لو عايز تفكر في الراي وعكسه والاتنين تقنعهم وتكتبهم بشكل منطقي ومقنع ان ده عنده حق وده عنده حق، شكرا هتعرف تكتب حوار حلو. احسن تمرين عشان تتعود انت تكتب حوار، اختار دايما موضوع عشوائي واكتب فيه وجهتين نظر وخلي الاثنين صح، الاثنين عندهم حق. ايدك اتعودت على ده خلاص هتعرف تكتب. وفي نفس الوقت تبقى فاهم دايما ان شخصياتك عكس بعض. الشخص اللي تعليمه مستوى معين مفرداته دي ده الحلو في العاميه بيعرف يديك المساحه دي، انت تعرف تستخدم مفردات ولغه معينه وطريقه كلام معينه بتبين قوي الشخصيه، توصل لمرحله ان القارئ مش محتاج يقرا مين اللي بيتكلم، هو بقى واخد باله ان في اتنين مختلفين تماما، فده اللي هيقول الجمله دي وده اللي هيقول الجمله دي. يا جماعه زي ما انتم عارفين ان كاتبه من المهدي هتنزل الجزء الثالث من سلسله تحقيقات فهد الألفي في المعرض اللي جاي اللي هو كمان اسبوعين 3 خلاص. بما اننا دلوقتي معانا الكاتبه وقاعدين نقدر نتكلم معاها فدار كارما هتهدي فيه ايه؟ ايوه فيا جماعه الجزء الاولاني كان الكفر بتاعه لونه احمر، الجزء الثاني لونه ازرق. فدار الكارما بالتعاون مع البودكاست بتاعنا عاملين هديه ان اللي هيتوقع اللون الغلاف الجزء الثالث
على كل بلاتفورم اللي هم يوتيوب، فيسبوك، انستجرام، تيك توك، 4. هنختار واحد من كل بلاتفورم يكون توقع صح، هياخد نسخه موقعه هديه من الروايه. تاتا. عارف مامتك لما تيجي تلحق فاللي عليك تعمله دلوقتي ما تنساش ان انت تعمل لنا فولو على كل البلاتفورمز، وتكتب كومنت بتوقع لون الغلاف، وتعمل منشن لاصحابك، واللي اكيد بقى واهم خطوه ان انت تعمل فولو لدار الكارما عشان الهديه دي منها، وتفعل زر الجرس بقى. سبسكرايب. طبعا في الاخر احنا يعني حابين نقول لك شكرا شكرا. يعني دي من امتع الحلقات اللي احنا مرينا بيها. انا بحبكم واحد انتوا عارفين بحبكم واحد. وانا طبعا لا بقول لك ايه انا مش خطيبك. لا ما تاخدنيش في الحته دي، خدنيش في الحته دي، لسه هقتل الناس اكتر. انا حلقتي طب خلاص طب ايه فين الحلقه؟ نقفل الحلقه. اوكي، اهم حاجه ان انت بس تكون اتفرجت على الحلقات اللي فاتت، وتعمل لايك وسبسكرايب، وتروح بقى للبلاتفورمز الثانيه عشان نيجي. وطبعا تشوف الحلقات اللي فاتت والحلقات الجايه، ولسه تقول لنا رايك، وبص على مصادر. بص على المصادر مثلا. عايز اقولها بس سكت. تمام يا شباب، باي.